طبعا الاتش ده ثابت بلانك، دي فكه بلانك، دي الفكه بتاعت بلانك، ونحسب الترم ده بكام وبعد كده نحطه في الفانكشن. بص يا ميكانيكا كمل كده، ان عند الترددات العاليه جدا شده الاشعاع جوز تو انفينيتي، رايحه للمال. خد بس انت رايح فين، تعال. ايه كميه الطاقه اللانهائيه دي؟ مستحيل ابدا، ده قانون الطبيعه، مستحيل ابدا لاي نمط مهتز ان يخرج كميه طاقه لا نهائيه. تحياتي للكل، محمد صديق معاكم. الفيديو ده هيكون من غير مونتاج نهائي، ولا اي ساوند افكتس ولا اي بي رولز ولا اي حاجه. الفيديو ده هيكون قاعده فيزيائيه بحته، فالفيديو ده هيكون ممل للغايه وغير مناسب اطلاقا لاصحاب التعفن الدماغي. دي قاعده ومناقشه فيزيائيه عن الانتقال من الفيزياء الكلاسيكيه الى الفيزياء الحديثه او الى ميكانيكا الكم، وليه كنا محتاجين خصوصا تدخل فكره الكم علشان تحل مشاكل كتير جدا. فالفيديو ده هيكون قاعده هاديه ومناقشه فيزيائيه بحته، وهذا الفيديو سوف يكون مليئا بالرياضيات والحاجات الممله اللي معظم الناس ما بتحبهاش. طيب الموضوع بدأ من أول ما جيمس كلارك ماكسويل جه أدخل فكرة إن الضوء مجرد ويف، مجرد إلكترومagnetic ويف، مجرد موجة كهرومغناطيسية، مجرد نمط اهتزازي مش أكتر. ولكن اللي بيفرقه عن معظم الأضواء أو معظم الموجات إنه متشاف بالنسبة للبشر، ما فيهوش أي حاجة مميزة ككيان منفصل، هو إحنا اللي ادينا له الميزة دي علشان عيوننا بتقدر تشوفه. ولكن هو في المطلق مجرد ويف لينث، مجرد رقم من ارقام كتير ما فيهاش اي حاجه مميزه. بيجي من بعد جيمس كلارك ماكسويل بولتزمان وضح لنا او قال لنا ان اي نمط اهتزازي بيكون يحتوي في داخله على كميه معينه من الطاقه، والمعادله دي اللي عملها لنا بولتزمان هي اللي بتشرح فكره الطاقة اللي بيحتويها أي موجة كهرومغناطيسية أو أي نمط اهتزازي عبارة عن رقم ثابت في درجة الحرارة. وطبعا كمية الطاقة دي بتعلى بزيادة درجة الحرارة، يعني هنزود درجة الحرارة فطبيعي إن الطاقة الكلية بتزيد. والطاقة خصوصا بيحصل لها حاجتين. أول حاجة سرعة الجزيئات بتبقى أعلى، وده منطقي لأنها ليها كاينتيك انرجي أعلى، وده موضوع تاني، تحول الطاقة، الكونفرزيشن اوف انرجي يعني، مش موضوعنا. تاني حاجه الامبليتيود بتاع الويف كمان بيزيد، فبيكون ليها سعه اهتزازيه اكبر، وكمان بيكون ليها سرعه جزيئات اعلى، سرعتها بتزيد يعني. فبولتزمان هو وضح الكلام ده، وطبعا كي ده ثابت اسمه ثابت بولتزمان، وده رقم ثابت بالقيمه دي، ده ثابت بولتزمان. فمش محتاجين بس غير درجة الحرارة نعرف كام ونقدر ندخلها في المعادلة يجيب لنا كمية الطاقة الكلية. في أواخر القرن 19 بتظهر مشكلة أو كارثة، سموها الكارثة فوق البنفسجية، وهي إن كانت في معادلة حطها واحد اسمه رايلي وجيتس. المعادلة دي بتحسب شدة الإشعاع عند تردد معين. ماشي، فين المشكلة؟ لا، هو في مشكلة. المشكلة لما كنا بنزود الترددات أكتر، يعني بنعلى بالترددات، نروح لمنطقة اليو في أو عدينا الضوء المرئي وصولا للجاما ريز والإكس ريز، كانت كمية الإشعاع اللي المفروض الجسم ده يشعها بتكون انفينيتي. طيب احنا دلوقتي هنبيلد الموديل مع بعض، يعني هنوصل من الأول خالص، من أول بولتزمان، المعادلة بتاعت بولتزمان لحد معادلة رايلي وجينز. أي نمط اهتزازي طبعا هم ادوها لنا كفانكشن دالة. الفيديو ده من غير اي تحضير، كنت قاعد بذاكر ففتحت لقيت ان محدش اتكلم في الموضوع ده خالص، ف هكتب من الاول. اوكي طيب، دي معادله رايلي وجينز اهي، دي المعادله، دي الفانكشن، وده رقم ثابت ده لاي نمط اهتزازي في كميه الطاقه، كميه الطاقه بتاعت بولتزمان. فاحنا ممكن نشيل الاي دي خالص ونعوض مكانها، يبقى K تايمز T.
ثابت بولتزمان في درجه الحراره. المشكله لما نيجي نحسب كميه الطاقه الكليه هنا، طبعا باعتبار ان درجه الحراره ثابته، يعني احنا هنثبت درجه الحراره مثلا 4000 كلفن، مثلا تي عند 4000 كلفن، فيصبح المجهول الوحيد في المعادله هو الفريكونسي، هو التردد، لان كي كده كده ثابت. لاحظوا معايا كي هنا كده كده ثابت، طبعا ده الترم ده مكان ده، ف التي ثابت باعتبار ان خلاص هنحطها ب 4000 كلفن، والكي كده كده ثابت، ده ثابت بولتزمان. فكميه او شده الاشعاع بتاع النمط الاهتزازي ده او بتاع الموجه الكهرومغناطيسيه دي المفروض هيكون معتمد بس على تردده عند درجه حراره معينه. فلما نيجي نحسب كميه الطاقه الكليه، طبعا هناخد الانتجريشن للفانكشن دي. الانتجريشن التكامل بيحسب لنا كميه الطاقه الكليه او الاريا تحت الكيرف. فالانتجريشن مثلا نسمي الفانكشن دي كلها بالديفرنشال ده يو مثلا. فكميه الطاقه الكليه هي الانتجريشن طبعا من 0 للانفينيتي 8 باي divided by c cube. طبعا k ثابت والt ثابت، فيبقى المتغير الوحيد اللي بيتغير هو زي ما قلت لك الفريكونسي دي نيو. ده كده الانتجريشن بتاع الفانكشن دي. فباعتبار ده كله ثابت، فلما نيجي نعمل انتجريشن للنيو ده هيطلع الانفينيتي، ده هيطلع الانفينيتي. والانفينيتي غير مقبول تماما طبعا عند علماء الفيزياء، عند الفيزيائيين، عند الماثماتيشنز، عند علماء الرياضيات ما فيش مشكله، يعني الانفينيتي مقبوله يعني، كمان عرفوا يتعاملوا معاها، خصوصا في الفاندامنتال ثيورم اوف كالكولس او النظريه المبنيه على التفاضل والتكامل اللي عملها الاستاذ اسحاق نيوتن، معتمده على الليميتس. والليميتس يعني تصالحت مع فكره الانفينيتي او فكره اللانهائيات، ولكن لما تظهر في معادلات الفيزياء انفينيتي فده يدل على شيء واحد بس، وهو عدم فهم. احنا كده مش فاهمين. اول ما انفينيتي دي رول، قاعده اول ما انفينيتي تظهر معانا في معادله فيزيائيه نعرف ان ده عدم فهم او تقصير مننا، احنا مش فاهمين. فالفيزيائيين بيشوفوا الانفينيتي بيتجننوا. فبالفعل هم اتجننوا لما شافوا الانفينيتي طلعت في معادله رايلي وجينز لما يجي يحسبوا كميه الطاقه الكليه او كميه الطاقه النهائيه. ازاي يعني ايه طاقه لا نهائيه؟ كانت مسخره وقتها بصراحه، يعني ما كانش حد عارف يحلها، عشان كده اتسمت الالترا فايلت او الكارثه فوق البنفسجيه يعني. فكان لازم حل، كان لازم حل، خصوصا زي ما قلت لك يعني مفيش حاجه اسمها كميه طاقه لا نهائيه. كميه طاقه لا نهائيه الكون كله كميه الطاقه اللي فيه طبعا ده بالعلم الحديث محدوده، يعني مفيش برضه انفينيتي، مفيش في الفيزياء انفينيتي تماما. فالموضوع فضل قائم ومحدش عارف له اي اجابه لحد سنه 1900. بيجي واحد محترم انا بحبه اسمه ماكس بلانك، وادانا معادله جديده بتقدر تتعامل مع الترددات العاليه. بالمناسبه في كيرف بيوضح ان عند الترددات العاليه جدا المفروض شدة الإشعاع دي تروح للإنفينيتي. ده الكيرف بتاع علماء الفيزياء النسبية أو معادلة رايلي وجينز، هنكتبها تحتها.
المعادله دي ده الكيرف او ده التمثيل البياني بتاعها، ده الجراف بتاعها. اوكي. فالمفروض طبعا ده الويف لينث ده مقلوب او هو انفيرس مع الفريكونسي. المفروض لما ده بيقل الفريكونسي بيزيد، فعند الترددات العاليه قوي بتصبح شده الاشعاع رايحه للانفينيتي. فقيمه الانتجريشن التكامل اللي احنا حسبناه ده هو بيحسب الاريا دي كلها، والاريا دي لاي حد دارس ماث او فيزيكس عارف ان الاريا دي انفينيتي. فدي معادله رايلي وجينز وده الجراف بتاعها. فدي الفيزياء الكلاسيكيه. مستحيل كميه الطاقه تكون لا نهائيه، لحد زي ما قلت لك ما جه الاستاذ المحترم ماكس بلانك. ماكس بلانك ادانا معادله او فانكشن جديده بتشرح شده الاشعاع عند الترددات العاليه وعند الترددات المش عاليه. عند الترددات العاليه وعند الترددات المش عاليه ده ماكس بلانك، او بلاش اقول ميكانيكال كام، ده بعدين هيكون في ميكانيكال كام. ده الراجل جه يحل لهم المشكله اللي هي بتاع الكارثه فوق البنفسجيه. فالفانكشن الجديده 8 باي نيو سكوير ديفايدد باي سي كيوب في كميه الطاقه. دي الفانكشن الجديده. دي الفانكشن الجديده. ما هي دي الفانكشن القديمه برضه، هي بالظبط، مفيش اي حاجه، هي ولكن الفكه بتاعت رايلي وجينز او عند الكلاسيكال فيزيكس علماء الفيزياء الكلاسيكيه، الاي اتفكت على معادله بولتزمان، ثابت بولتزمان تايمز التمبريتشر درجه الحراره. الفكه بتاعت بلانك هي دي القفزه اللي خدت الفيزياء الكلاسيكيه بقت اسمها فيزياء حديثه او مودرن فيزيكس او كوانتم ميكانكس. يعني من الاخر هي دي الكم، دي بدايه ميكانيكا الكم. جت من هنا، جت من الفكه الطاقه المختلفه. لاي نمط مهتز كان بولتزمان قال انها كي تايمز تي، ده بولتزمان. استاذ ماكس بلانك المحترم قال لنا الاي هتتفك بشكل مختلف. فكه الاي بتاعت بلانك هي اتش نيو، دي فكه بلانك، دي فكه ماكس بلانك. الاي ايكوال اتش نيو، والاتش ده ثابت بلانك، والنيو هو النيو، فهنضمهم كمان شويه في الفانكشن. الاتش ده رقم ثابت. دي قيمه الاتش بتاعت بلانك، ده قيمه ثابت بلانك. طبعا جول ثانيه، ولكن مش عايزين بس يونتس دلوقتي، كفايه الفانكشن وكفايه الانتجريشنز. المهم دي قيمه الاتش بتاعت بلانك. فلما نفك الاي مكان الاي هنشوف الفانكشن الجديده بتاعت ماكس بلانك. ولكن في معامل او في ترم تاني في المعادله في الفانكشن اذا ما اتحطش مش المعادله برضه مش هتتظبط. ما هو الفكره ان في رايلي وجينز المعادله كانت شغاله، ولكن عند حدود معينه. لما الترددات بتعلى قوي شده الاشعاع بتجوز تو انفينيتي، تروح للما لا نهايه. فبلانك ظبط المعادله بحيث انها تتعامل مع كل الحالات من اصغر الترددات لاكبرها. فالاستاذ المحترم جه هنفك الفكه بتاعت ماكس بلانك. دي الفانكشن 8 باي نيو سكوير ديفايدد باي سي كيوب، مكان الاي هتتحط اتش نيو. دي فكه بلانك، دي الفكه بتاعت بلانك. طبعا الاتش هينضم للثوابت ال 8 باي، والسي برضو، سي ده سبيد اوف لايت سرعه الضوء، والنيو هتتضم للنيو فتبقى نيو كيوب، بدل السكوير، بدل الاس الاثنين هتبقى الاس 3. وهقول لك المعامل بتاع ماكس بلانك اللي ضافه علشان يظبط الحاله العامه كلها. 8 باي نيو كيوب في الاتش على السي كيوب. دي الفكه بتاعت بلانك زي ما قلت لك، بس انا ضمتهم على بعض. باقي العنصر او المعامل اللي في المعادله اللي هيظبط لنا الكلام ده كله، وهو ده
1 divided by e. الاي ده الاكسبوننشال او العدد بتاع اويلر 2.7 minus 1 اهو. هي دي ده اللي بيظبط لنا الترددات العاليه، وبتشرح بيحصل ايه عند الترددات العاليه. هي دي ده المعامل اللي بلانك بعبقريه قدر يوصل له. ولكن كل ده جميل. دي يا جماعه الكوانتم ميكانكس، دي الكوانتم ميكانكس هنا، دي ميكانيكا الكم. ده ماثماتيكلي، ده رياضيا. الموضوع تقويله او تفسيره الفيزيائي كان خطير. ما هو بلانك لما قدم الماثماتكس دي، تعالى انت اشرح لنا اللي انت عملته ده. فقال لهم انا افترضت او اقترحت علشان نقدر نتحكم او عشان نقدر نفسر ليه الترددات العاليه قوي بشده الاشعاع عندها بتجوز تو زيرو. بص، عشان احنا بنتكلم بالعربي فالموضوع صعب عليا انا يعني، هحاول ما استخدمش مصطلحات نوعا ما مش عربيه يعني. تعال اشرح لنا. جه الاستاذ المحترم وقال لهم انا افترضت او اقترحت ان الطاقه لا تخرج بشكل متصل، بينما تخرج بشكل منفصل على هيئه وحدات او دفعات صغيره من الطاقه اسمها كم كوانتا، وجمعها كوانتم. طبعا هم سمعوا الكلام ده، يعني ايه الطاقه ما بتخرجش بشكل متصل، بتخرج بشكل منفصل على اي دفعات او دفقات او كمات من الطاقه؟ يعني ايه الكلام ده؟ قال لهم ما اعرفش. ده الحل او ده الاقتراح اللي هيحل لكم المشكله بتاعتكم. ما انتوا ما عرفتوش تحلوها، ما انتوا عند الترددات العاليه جدا شده الاشعاع بتقترب الى الصفر، فتعالوا حلوها. مش عارفين تحلوها، فانا اديتكم الحل اهو. المعادلات بتقول ان الطاقه مستحيل ابدا تطلع بشكل متصل، بينما تخرج بشكل منفصل على هيئه دفعات صغيره او كمات صغيره من الطاقه. وقيمه كل فوتون، سوري مفيش فوتون دلوقتي، قيمه كل كمه هي اتش نيو معتمده على ترددها، ودي شده الاشعاع معتمده برضو على التردد. طبعا هنا كل دي ثوابت، ال8 باي ده ثابت والاتش ده ثابت بلانك، والسي ده سبيد فلايت سرعه الضوء. وهنا الموضوع معتمد بس على درجه الحراره ومعتمد على قيمه التردد. فعند درجه حراره ثابته، احنا هنفترض 4000 كلفن، دي هنكمل عليها لاخر الفيديو. عند نفس درجه الحراره، عند ال 4000 كلفن دول، لما نزود التردد شده الاشعاع تاني هترجع تقرب للصفر. اللي كان قايله رايلي وجينز في المعادله بتاعت الكلاسيكال فيزيكس دي، ان عند الترددات العاليه جدا شده الاشعاع جوز تو انفينيتي، رايحه للملك. خد بس انت رايح فين، تعال. ايه كميه الطاقه اللانهائيه دي؟ وما كانش عندهم حتى تفسير فيزيائي يعني، لا كان تفسير رياضي يعني، ما كانوش عارفين يتعاملوا معاها ماثماتيكلي رياضيا، ولا يتعاملوا معاها بشكل فيزيائي. يعني ايه كميه طاقه لا نهائيه؟ مستحيل ابدا لاي نمط مهتز ان يخرج كميه طاقه لا نهائيه ابدا. كميه الطاقه في الكون كله، الكون الواسع الذي يحتوي على 12 تريليون مجره، ما فيهوش انفينيتي طاقه، ما فيهوش طاقه لا نهائيه. فازاي لاي نمط مهتز؟ نمط مهتز ده زي اجسامنا، زي اي حاجه موجوده في الكون والتي بدورها تحتوي على درجه حراره اعلى من الصفر المطلق، ده بنسميه نمط مهتز. اي حاجه، حتى القلم ده نمط مهتز. بتسخينه او بزياده درجه حرارته، زي ما قلت لك، سرعه جزيئاته بتزيد، وفي نفس الوقت الامبليتيود او سعه الموجه او سعه الاهتزاز بتاعته بتكبر بشكل ما. فهل القلم يحتوي بداخله على طاقه لا نهائيه؟ يعني لما نزود درجه حرارته فتردده يزيد، فده يروح للانفينيتي؟ فالكلام ده كان مستحيل. فالباشا المحترم ماكس بلانك جه قدم لهم الحل وقال لهم اهو، هذه المعادله او هذه الفانكشن او هذه الداله بتفسر ماثماتيكلي اولا
اننا لما نزود التردد جدا كميه الطاقه او سوري شده الاشعاع هتروح تاني للصفر. فالراجل اداهم حل رياضي لحد دلوقتي. فلما جابوا الراجل قول لنا بقى الفيزياء وراء الرياضيات الجميله دي. الكلام ده كان سنه 1900 بدايه القرن العشرين 1900 بالظبط. قال لهم الطاقة تخرج على هيئة دفعات أو دفقات أو كمات صغيرة من الطاقة، لا تخرج بشكل متصل. طبعا ماكس بلانك قابل انتقاد كبير جدا من قبل علماء الفيزياء ومن قبل حتى مش تلامذته زمايله، لدرجة ان هو نسي الفكرة خالص، وحتى هو ما كانش مقتنع بيها بنسبة 100%. هو كان بيحاول يحل دي فيزيكال بروبلم يعني، فهو كان بيحاول يحلها عادي. فلما بص لهم للفانكشن، حتى هو ماكس بلانك قال على نفسه او علق على نفسه it was a mathematical trick. دي كانت حيلة رياضية. انا كنت بلعب بالرياضيات لحد ما وصلت لهنا. فالرياضيات بتقول ان كمية الطاقة بتجزأ او بتقسم على هيئة دفعات من الطاقة، كل منها يسمى كم او فوتون. بعدين اينشتاين الحرامي هيسميه بعدين بالفوتون. طيب ده جزء كنت كاتبه قبل الفيديو عشان بس العمليات الحسابية ما تطولش مدة الفيديو على الفاضي. فانا اديت مثالين على معادله بلانك او على الفانكشن بتاعت بلانك او على تفسير بلانك الجديد. طبعا عند درجه حراره 4000 كلفن. مره هنخلي التردد مش منخفض متوسط، ومره هنخلي التردد اعلى شويه، وهنشوف هيحصل ايه في الاثنين. ده الاكزامبل الاول. ده اول مثال. هنحط درجه الحراره 4000 كلفن دي ثابته معانا، وهنحط النيو الفريكونسي بالرقم ده 4 في 10 باور اس ال 14 هرتز. دي قيمه التردد اللي هنحطها. وهنبدا من الفانكشن علشان الرياضيات ما تكبرش مننا. هنحسب الترم ده لوحده اللي هو الاكسبوننشال ده، عدد اويلر ده هنحسبه لوحده، وبعد كده هنحطه في الفانكشن. يعني هنمسك ده هنحطه هنا الاول، هنحسبه بشكل منفصل زي ما الاستاذ المحترم انا بقى اللي عامل كده، ونحسب الترم ده بكام، وبعد كده نحطه في الفانكشن. لما حسبت طبعا الاتش ده ثابت بلانك، والنيو ده قيمه التردد اللي انا كنت حاططها، وطبعا التي ده ال 4000 كلفن، والكي ده ثابت بولتزمان. فالترم ده كله بتاع اويلر او الاكسبوننشال في المعادله او في الفانكشن بيطلع الرقم ده 5.175. فلما ناخد القيمه دي نحطها في الفانكشن بتاعت اينشتاين بتاعت بلانك، يدينا القيمه دي بالتقريب، يعني يدينا القيمه دي. ماشي. ده عند التردد ال 4 في 10 اس 14 اللي احنا قلنا عليه. طيب تعالى نحط تردد اكبر، تعالى نشوف تردد اكبر. ما هي دي قيمه نوعا ما على المستوى الكمي او على المستوى السكيل اصغر من السكيل العادي بتاعنا. دي شده اشعاع كويسه يعني، متوسط مقبوله يعني، ما فيهاش مشكله. فلما نروح لاكزامبل 2، طبعا عند نفس درجه الحراره 4000 كلفن، والنيو هنا 4 في 10 اس 15. فده 10 اضعاف التردد اللي فات. 10 اضعاف. ممكن يبان لك اس 14 واس 15 ده فرق واحد، لا هو مش فرق واحد، هو ده اتضرب في 10. فده 10 اضعاف. التردد الجديد 10 اضعاف التردد القديم. على الحسابات الكلاسيكيه الحسابات القديمه 10 اضعاف التردد تعني 10 اضعاف شده الاشعاع. لا، ما هو الكلام هنا اختلف. فلما نيجي نحسب عدد اويلر الجديد اهو يدينا الرقم ده which is رقم كبير جدا ده.
فلما ناخد الرقم ده ونحطه في الفانكشن بتاعت اينشتاين بتاعت بلانك اهي يدينا تقريبا زيرو. فماكس بلانك قدم تفسير رياضي، الاول تفسير رياضي، او هو عمل موديل جديد، ماثماتيكال موديل، يعني نموذج رياضي جديد بيفسر ليه شدة الإشعاع عند الترددات العالية تقترب من الصفر. الكلام هنا اختلف عن الكلام الكلاسيكي. ده الكيرف الجديد، اللي بيوضح العلاقه بين شده الاشعاع والطول الموجي، الويف لينز او الفريكونسي، الاثنين حاجه واحده مش بالظبط يعني. ان عند الترددات العاليه قوي شده الاشعاع تاني ترجع تقترب للصفر، زي المعادله اللي حطها ماكس بلانك، لان بقى في اكسبوننشال فانكشن منفصله بتشرح لما التردد يكبر جدا عند نفس درجه الحراره. ده مهم عند نفس درجه الحراره، عند ال 4000 كلفن اللي احنا اتفقنا عليهم، اللي ثبتناهم، لازم يبقى عند نفس ال 4000 كلفن، لانه بزياده درجه الحراره بقى في عنصر تاني بيتغير مع الفريكونسي، فده هيدخلنا في رياضيات مختلفه. لان لو انت فاكر ممكن ترجع بقى تشوف بتاع دي الفانكشن. احنا كنا اتفقنا ان التمبريتشر ثابته 4000، فاذا دي اتغيرت اصبح دلوقتي التردد ودرجه الحراره هما الاثنين بيتغيروا مع بعض. طبعا الاتش والكي دول ثوابت وكنا مثبتين ال 4000، فاذا كان ده بيزيد هيصبح دلوقتي الاثنين دول مع بعض بيزيدوا او بيتغيروا بشكل عام. فاصلا شكل المنحنى هيختلف. اولا بزياده درجه الحراره قمه المنحنى هتعلى، فده معناه ان الطول الموجي اللي بتصاحبه اقصى شده اشعاع هيزيد. يعني مثلا هنا عند 4000 كلفن، تعالى نروح مثلا ل 5000 كلفن، ده 5000 كلفن اوكي اهو، ده عند ال 5000 كلفن قمه المنحنى زادت، ده يعني ان شده الاشعاع زادت بشكل محدد برضو، يعني مش زادت وخلاص زي الكلاسيكيين ما قالوا، او رايلي وجينز او الكلاسيكال فيزيكس. عند 5000 كلفن شده الاشعاع زادت، ولكن برضو عند الترددات العاليه قوي هترجع تاني تقترب للصفر. فبلانك بيكمل على كلامه وقال ان بزياده درجه الحراره وبزياده التردد كده شده الاشعاع هتقترب من الصفر، ولكن الكمات هتكون محتاجه كميه طاقه عاليه علشان تطلع. طبعا ده الكمات اللي طاقتها عاليه، بالفعل عاليه. خلينا نقسم الموجات كلها لثلاث مناطق محدده، من 700 نانومتر كويف لينث ل 400 نانومتر. دي منطقه الضوء المرئي، دي منطقه الضوء المرئي اللي يستطيع البشر ان يروها يعني. ودي منطقه الاي ار الانفراريد، ودي منطقه اليو في. واحنا هنمشي في الاتجاه ده، كمل معايا للاخر هتفهم. هنمشي في الاتجاه ده بتصاحبه نقصان في الطول الموجي، ولكن بتصاحبه زياده في الطاقه. وده لان كميه الطاقه هي اتش سي على لامدا. لما نفك النيو بتاع بلانك، النيو من النظريه الموجيه بتاعت ماكسويل، ارجع لها اتش سي على لامدا. فلما الطول الموجي يبدا معانا يقل،
تبدا الطاقه تزيد. فاحنا ماشيين في الاتجاه ده كميه الطاقه بتزيد. طيب فدلوقتي هنفترض ان في كميه لكل نمط اهتزازي او لكل ويف او لكل اشعاع. مثلا في الاي ار كم شكلها عامل كده، ومثلا للضوء الاحمر كميه اكبر شويه، واليو في كميه اكبر، ومثلا الاكس راي كميه اكبر واكبر. طبعا مش اكبر في الحجم او اكبر، هي اكبر في الطاقه واكبر في الكتله، وده حسب اينشتاين بعدين، هو اكبر في حاجات كتير يعني. خلينا في الاول بس انها اكبر وخلاص. في الاي ار موجات تحت الحمراء حراره، وده الضوء الاحمر، وده اليو في الالترا فايلت اللي فوق البنفسجيه، ودي اشعه الاكس راي الفوتون بتاعها او سوري الكميه بتاعتها كبيره. فعند درجه حراره معينه مثلا 4000 كلفن بيتم استثمار الطاقه في الكمات الارخص والاضعف اولا. يعني مثلا كل واحد من الاي ار محتاج واحد، وكل واحد من الريد محتاج مثلا 2، وفي اليو في محتاج 5، ولكن في الاكس راي محتاج 100 كده. فاذا ضخنا كميه طاقه، امتص جسم او نمط اهتزازي معين كميه طاقه مثلا 100، ومش مهم يونتس، مش مهم وحدات قياس زي ما قلت لك دلوقتي، ده لمصلحتنا احنا الاثنين. ضخنا كميه طاقه 100، والاكس راي محتاج كام؟ الاكس راي محتاج 100. مستحيل ابدا، ده قانون الطبيعه، مستحيل يتم استثمار ال100 من الطاقه لفوتون واحد من الاكس راي. فده يدخلنا في احتمالات مختلفه او لاشعه مختلفه. اكبر نسبه او اكبر كميه من الكمات اللي هتخرج هتكون من الاي ار، لانه فوتون رخيص صغير في طاقته وفي كل حاجه الا طول الموجي يعني، محتاج واحد. فعلى الاقل الارقام دي انا بشرح بيها، ده مش حاجه ثابته عشان بس الفكره نتقارب شويه. على الاقل هيخرج 50 فوتون، 50 فوتون من الاي ار، فيصبح معانا دلوقتي 50. هيخرج كميه اقل من الفوتون الاحمر مثلا، وهتخرج كميه اقل من الاحمر لليو في، لان ده محتاج 5. فاحنا محتاجين نستثمر ال100، احنا مدخلين 100، فال100 دول عايزين نستثمرهم في كل الفوتونات او كل الكمات طبعا الموجوده في مدى معين على حسب درجه الحراره. بص هي ميكانيكا كمل كده هي ميكانيكا كمل كده، فمعلش وسع دماغك معايا، احنا بنحاول نتقارب يعني. وانا اختصرت الرياضيات بشكل كبير يعني، المفروض بدل ما كنت امسك الورقه كده نمسكها كده لان المعدات كده هتطول، بس ده مش مهم يعني، مش موضوعنا خالص يعني. انا بس بحاول اقول لك الانتقال من الكلاسيك للمودرن، من الفيزياء القديمه للكوانتم فيزيكس، لان تقريبا ما حدش اتكلم عن الرياضيات دي في المحتوى العربي. وهيكون نصيب فوتون او كمات اكس معدوم، مش هيخرج اكس راي خالص. امتى يخرج اكس راي؟ لما زود درجه الحراره او زود الطاقه، لما تضخ طاقه اكبر، مثلا مدخل 1000، ممكن يخرج فوتون واحد تاني. الارقام دي للافتراض فقط، الكلام ده مش ثابت، الكلام ده اصلا فيزيائيا غلط، انا بس بفهمك ليش الاشعاع تقترب من الصفر عند الترددات العاليه. المهم ضخين طاقه 1000، ممكن يخرج فوتون واحد او كميه واحده من الاكس راي، ويبقى معانا ال 900 نستثمرهم في فوتونات اقل، وهيظل اكبر كمات هي للاي ار، لانها من الاخر فوتون رخيص جدا، محتاج واحد وانت مدخل 1000، فعلى الاقل في 500 اي ار هيطلعوا. هتبدا نسبتهم تقل لما تزود التردد عند الترددات العاليه قوي،
تبدا كميتهم تقل. فبزياده الطاقه او بزياده درجه الحراره تزداد طاقه الكمات ويقل عددها. شده الاشعاع بتفسر او الحاجه الوحيده المسؤوله عن شده الاشعاع هي عدد الفوتونات، عددها كام. فعند الترددات العاليه قوي الطاقه بتزيد ويقل عدد الفوتونات، فده معناه تقليل لشده الاشعاع. لذلك عند الترددات العاليه قوي شده الاشعاع تاني تقل، وعند الترددات العاليه قوي تقترب من الصفر او تساوي صفر. ليه؟ عددها بيقل لاستثمارها في فوتونات او كمات ارخص. بيقدم ماكس بلانك النموذج ده كله على هيئه الثيوري او النظريه اللي قدمها، ونشر بلانك الكلام بتاعه ده سنه 1900. وزي ما قلت لك حصل معاه اللي قلته لك، خد جنب ونام في بيتهم لحد ما جه ألبرت اينشتاين سنه 1905 وشرح الفوتو الكتريك افكت، التاثير الكهربائي، باستخدام فرض الكم بتاع بلانك. وطبعا بتقوم ميكانيكا الكم من بعد كده. فمن 1900 ل 1905 الخمس سنين دول الموضوع اتقفل تماما. فاينشتاين جه انقذ ماكس بلانك. زي بقى ممكن اقول لك بقى المره الجايه انت كده فهمت ازاي انتقلنا من الفيزياء الكلاسيكيه الى الفيزياء الحديثه، ومن هنا قامت ثوره ميكانيكا الكم. علماء من بعد بلانك جم زي ما قلت لك. اينشتاين جه انقذه وخلاص، والاثنين خدوا نوبل. بعدين جه نايلز بور، وجه طبعا من بعد بور او وقت بور تفسير كوبنهاجن، علماء زي شرودنجر وهايزنبرج، الانسرتينتي. فيعني ميكانيكا الكم بدأ من بعد بلانك يكون فيها كلام. طبعا دي الرياضيات ورا الكلام ده، ودي الانماط اللي ظهرت في حسابات بلانك. فالمره الجايه نتكلم في الفوتو الكتريك افكت والتاثير الكهربائي. وده كان البلاك بودي راديشن، اشعاع الجسم الاسود. طبعا ده محتاج تمرين عشان نقدر نشيله. طيب انا كده خلصت، واشوفك على خير بقى الفيديو الجاي. سلام.